بكامل الأسى والأسف بدي أعزي بداية مصر الأم الحاضنة للفنان الكبير العالمي صاحب المشاعر المرهفة، الفنان الراحل العظيم هاني شاكر. ومن هون بدي أنطلق لأعزي الكوكب كله فيه، لأنه هو كان فنان لكل إنسان عنده إحساس. مشان هيك عم بعمل هيدا الفيديو وخص فيه دكتور هراتش، لأنه بعرف مدى ارتباطه الوثيق وصداقته العميقة بهيدا الفنان. وقلك دكتور هراتش بدي أعزيك وأتمنى لك طولة العمر، الله يصبرك على هالمصاب الأليم. أنا بعرف وبقدر النكبة اللي حضرتك فيها هلأ، بس بدي أقلك أنت بتعطي الحياة، أنت مصدر الحياة والطاقة لكتير من الناس. بدي إياك تفكر إنه هو نفسه بالسما، هو عطى فرح لأجيال وأجيال من الناس، وأنت كمان عم تستمر إنك تعطي فرح وبهجة وجمال وتوزع محبة ورقي على الكوكب كله. ما بعرف شو بدي أقلك، لأنه ما في شي ينقال بهيدي اللحظة غير إني أوقف على خاطرك، وأنا عم بعمل فيديو لعزيك عبره لحتى خلي الناس كلها تتعرف على شخصية دكتور هراتش الإنسانية اللي هو وفي ومخلص لأصدقائه، وهيدا الشي لازم يوصل للعالم كله. وبما أنه هيدي المناسبة هلأ موجودة لازم أقلك إياهن، ولازم أقلك أنه نحنا كنا ننبسط فيه بمهرجاناتك، رح يترك فراغ كبير، بس رح يكون ذكرى حلوة بكل مرة بنجتمع فيها عبرك لحتى نتذكره ونتذكر أغانيه الحلوة، نتذكر حضوره اللائق والراقي والمفعم بالحب والإحساس. فبدي أقلك إنه يا دكتور هراتش بدنا نكمل، وإنت بتحمل الشعلة وبتكمل ونحن وراك، وأنا أكيدة هو نفسه بالسما هيدا اللي بيعزينا وبيصبرنا، لأنه سبقنا على جنان الخلد بإذن الله. اسمحوا لي عزي أهله المقربين، اسمحوا لي عزي مصر، لأنه عن جد هو هالي وهامي وفخر لكل شخص بمصر. أستاذ هاني شاكر كان اسم على مسمى، كان هاني لأنه كان هني، وين ما راح ما بتلاقوا إلا هني، ما عمل مشاكل مع حدا، الكل بحبه، وين ما كان موجود كان تحل الرقي والهنا والسعادة، كان مصدر طاقة إيجابية، ودايما بتحسوه هيك مسامحة وقلب كبير. وكان كمان شاكر بكل أغانيه يشكر ويعمم الشكر لكل الناس اللي بتحضروا وبتسمعوا، كان مصدر توجيه أساسي بحياة كتير من الأشخاص اللي كانوا يسمعوا له ويحبوه ويعشقوه وينغرموا بأغانيه اللي بتشبههم. ما تنسوا أنه الفنان هو مرشد بحد ذاته. وليه؟ لأنه الكلمة الحلوة اللي بيقولها، التوجيه عبر غنيته، هو رسالة بحد ذاته. ونحن بنتمنى أنه يجي يوم نلتقى بشخص عنده هالإحساس اللي كان موجود عند أستاذ هاني. هيدا فقدان كتير كبير إله، نحن خسرناه أكيد وربنا ربحه.